بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك وفعلوا زر الجرس، حطوا لايك يا حبايب قلبي. النهارده هعمل معاكم السمك اللي هو احنا بنسميه شبار وفي ناس بتسميه بول. هقليه، انا منضفاه وغسلاه ونقعاه في ليمون، وهعمل جنبه سلطة وفضل ونعمة من ربنا. والتتبيلة اللي هرش عليه لان مش هعمل له حشو، التتبيلة بتاعته بابريكا وكمون وكزبرة وملح ونطرة فلفل صغير بس. اما بقى ليه بقى بيطلع ناشف، ودي الدقيق على معلقتين نشا وعلى نفس البهارات اللي انا عاملاها دي، وبهارات السمك لو عندكم. ما عندكوش الكمون بيحل محل البهارات بتاع السمك، بس الدقيق دي حاطه على نفس البهارات. وهعمل زي ما قلت لكم جنبه سلطه ورز بشعريه اللي هي لسان العصفور بحمرها، والرز مغسلاه بحمرها وبحطها على الرز وبولع عليه. اشتركوا في القناه يا حبايب قلبي وشاهدوا الفيديو للاخر. وهطلع اقليه فوق يا حبايبي في الشغل عند جوز شغله في الورشه بيبقى يستعملها، لان انا زي ما قلت لكم هطلع اقلي عليها عشان الشقه ما تتزفرش. هنقلبه في بعض يا حبايبي عشان يبقى كل الشعريه معموله في الرز كله. وانا حاطه له الملح يا حبايبي. هنغطي على بقى لما ينشف، هنقلبه بردك مرتين على ما ينشف عشان ما يبقاش معجن من تحت ومحصحص من فوق. هنقلب فيه وما ينشف هوطي عليه واطلع اقلي معاكم السمك. واعمل زي ما قلت لكم سلطه يا حبايبي، بس بعملها بطريقه حلوه، طماطم وفلفل وشبت على كزبره على بقدونس وبعصر عليها ليمونه، بتبقى تحفه يا حبايبي، جربوها. هعمل السلطه واقطع الرز وارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. كده الرز نشف اهو، انا قلبته مرتين قبل كده. لازم الايد فيها على طول عشان ما يعجنش من تحت. وزي ما قلت كل فيديو بقول انا بعلم اللي لسه مبتدئين، انما الكبار على المدى من فوق بتعلم منه. لسه في ميه هسيبهم 3 دقايق كمان وهوطي عليه. ودي السلطه عملتها يا حبايبي زي ما قلت لكم، طماطم وفلفل اخضر وشبت على كزبره على بقدونس، وبحط لها نطره كمون على ملح على بابريكا وبعصر عليها ليمون. اما اقطع الرز بقى واطلع اقلي السمك هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. كده بنبدر السمك ومولع عزتها. دي الشعله بتاع جوزي يا حبايبي، زي ما قلت لكم نجار فبستعملها في الورد، فجبت اعمل اقل عليها عشان الشقه ما تبقاش زفت. كده الزيت سخن. وزي ما قلت لكم الدقيق يا حبايبي حاطه على بهارات من نفس اللي انا هرشها على السمك الميت. ولو عندك قشر ليمون حطيت الزيت ما بيطلعش ريحه زفاره. بوطي النار يا حبايبي عشان ما يتحرقش مني والسمك يبقى لسه ما استوى.
ونقلب فيه كده على طول عشان يستوي من الجسام. البولت ده انا جايباه النهارده يا حبايبي من بلد جنبنا اسمها شربين، الكيلو فيه ب50. انا هقلي معاكم الدور ده يا حبايبي، وهحط حطه تانية، وبعد كده هفصل لما اخلص قريه ارجع اصور لكم الاكل عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وما نكترش زيت عشان الزيت اللي مطرح قليه السمك بترمى، ما عادش بتعمل بحر. زي ما قلت لكم السمك ده يا حبايبي جايبينه ب50، كان فيه اكبر منه ب60، بس هو ده حلو للقلي. اشتركوا في القناه يا حبايبي وفعلوا زر الجرس وشاهدوا الفيديو للاخر، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. ولو عايزه السمك مقرمش بتحط على الدقيق نشا بيطلع معاك مقرمش وحلو. وانا ساعات بقلي السمك دي يعني بقلب كذا طريقه، او مرات بحشي طماطم على فلفل على شبت على كزبره على بهارات، وبحشي السمكه من قلبها وبقلبه بيبقى جميل برضه. بس انا حبيت اقليه ضفدة كده ما فيش فحش. وامرار بحشي برضه توم وبهارات. ليه كذا طريقه للقلي. الدور الجاي باذن الله نعيشنا وكان لنا عمر هعمل لكم الصبار اللي ببقى حشيها طماطم وفلفل اخضر وفلفل حراق لو بتحبهم، وشبت على كزبره على توم. واهم حاجه في السمك بردك يا حبايبي النظافه والغسيل. لو السمك اتغسل حلو واتنقع في ليمون، وبلاش الخل يا حبايبي لان الخل بيهري اللحم السمك. بتنقعيه في ليمون، ولو ميه غسلت الرز بتحوش بردك الزفار. تنقعيه قيمه ساعتين وبعد كده بتصفيه وترجع تعصر عليه ليمون، بيبقى حلو. لما بتقلع كل دور بطلعه برش عليه من التتبيله اللي انا قلت لكم عليها، وبعصر عليه قشره ليمون. كل دور يدفى، ما تسيبيش اما يبرد وتحط عليه الحط والليمون، ما بيشربش حط. انما هم مطلعين الزيت وسخن تحط عليه التتبيله والليمون بيطلع حلو، بيبقى طعمه حلو ولحمه بيشرب من التتبيله. انما لو سبتنا يبرد ما بيشربش من التتبيله بتاعته. شاهدوا الفيديو للاخر يا حبايب قلبي عشان اكبر بكم باذن الله. انا وصلت ل4000 مشاهد اهو.
معلش يا حبايبي، انا كان قصدي 400 مشترك وانتوا معايا باذن الله هوصل واكبر بكم باذن الله، بس تقعدوا لي الفيديو للاخر عشان اكبر بكم باذن الله. واشتركوا في القناه يا حبايبي، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. الاشتراك مش بفلوس يا حبايبي. زي ما قلت لكم يا حبايبي، انا عامله السمك النهارده وعاملين سلطه ورز بشعريه اللي هو لسان العصفور. جربوها بتبقى حلوه في الرز يا حبايبي. زي ما قلت لكم يا حبايبي، اللي يطلع نرش عليه الحرقة على طول عشان هو سخن يشرب التتبيله. وبعصر عليه ليمون وهو سخن، لو سبتمنا برد ما بشربش التتبيله بتاعته. هخلص بقى قلية السمك عشان الفيديو ما يطولش وارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي، كده السمك قليته اهو والرز اتطبخ وعملت السلطه معاكم. وما تنسوش يا حبايبي الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وشاهدوا لي الفيديو للاخر. ربنا يسعد قلوبكم يا رب عشان اكبر بكم باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين بحلول شهر رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.